طب يا شباب، زي ما انتوا شايفين كده، بمجرد ما انت تضغط على المسج بيظهر لك علامة التماس الموجودة في كل نسخ الايفون. وكمان لو جيت ضغطت على المسج طبعا زي ما انت مطولة وتفتح الثلاث نقط اللي هم فوق دول، هتلاقي عندك كلمة اسمها تعديل. لو ضغطت عليها تقدر ان انت تعدل المسج ديت من عندك وتكتب فيها كل اللي انت عايزه. زائد كمان ان المسج ديت لما انت تيجي تعدلها من عندك هتلاقيها برضو اتعدلت من عند الشخص اللي انت بتتكلم معاه. ومش هيجي اي ايرور خالص، لا الميزه دي شغاله في كل تحديثات الواتس. نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده، اللي هو ازاي ان انت تغير الخط بتاع النسخه. انت هتفتح الاعدادات وتجيب الستايل بتاع الخطوط. هتلاقي عندك كميه خطوط كتيره، منها الخط التقيل ده. ولو انت حابب ان انت تفعل خط عندك موجود، بتفعل الميزه ديت وبتبدا ان انت تختار الخطوط من عندك على الجهاز، وبتختار الخط اللي انت عايزه. نفترض ان انا اختار اول واحد اللي هو الايفون التقيل، وهيطلع دلوقتي يورينا شكل الخط بقى عامل ازاي. زي ما انت شايف شكل النسخة وشكل الخط اتغير. وهي كمان لو جينا هنا نشوف شكل الايموجي اللي موجود في قلب النسخة بدون ما نغير اي حاجة في النسخة، هو كده كده جاي ايفون اصلا، وكل الايموجي شغال، مفيش اي ايموجي بايظ. طيب هنيجي للميزة اللي بعد كده واللي هي اهم ميزة، نفتح الاعدادات ونجيب الاعدادات من هنا، وبعد كده اعدادات اخرى، وبعد كده هنجيب الاف ام مودز، وبعد كده هنبدأ نجيب لغة التطبيق ونفعل اللي هو الانجليش. الميزه دي ما كانتش بتتفعل قبل كده، دلوقتي بقت شغاله وخلاص. يعني الانجليش بقى بيتحول النسخه عادي جدا. طيب دلوقتي بقى بالنسبه لموضوع الاشعارات موضوع الاشعارات ده كان بيضايق ناس كتير جدا، اللي هو ان الشخص شاف المسج والشخص مش عارف ايه والكلام ده كله. ففي ناس كانت بتتضايق من الموضوع ده. انت بتجيلك الصفحه دي، انت كده كده هتطلع منها وهتخش الصفحة دلوقتي انت لسه هتشوفها، اللي هو اختار التفضيلات، بتضغط عليها وبتقفل enable notifications اللي فوق دي كلها، بتقفل لك كل الاشعارات بتاعه النسخه ايا يكن. دلوقتي بقى نيجي نشوف ازاي نلعب في الاعدادات بتاعه الخصوصيه كلها اللي موجوده في النسخه، زي اخفاء الظهور، واللي انت تخفي اللي انت شفت الستوري وغيره من الحاجات دي كلها. ومن هنا طبعا لو انت حبيت ان انت تلعب في الستايل من الكل، وبعد كده بتجيب الستايل من هنا، وبعد كده بقى بتعدل في اي حاجه انت عايزها، وده احنا قلناها في اول الفيديو. ودول كانوا اهم حاجه المفروض يتقالوا في النسخه، وبقيه الاعدادات كلنا احنا عارفينها. فانا هسيبكم تتابعوا الفيديو، لعل وعسى في حاجة انتوا متكونوش عارفينها هتتقال في الفيديو او هتشوفوها وتعرفوا تروحوا تطبقوها. وبس كده، سلام.